ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الحقيقة يا جماعة انا مش كويسة الفترة دي. الفترة دي صعبة قوي عليا لان انا تعبت ان انا عمالة امثل ان انا كويسة والحقيقة غير كده خالص. تعبت ان انا عمالة استحمل في ناس آه لا بتخاف ربنا ولا عندها مثلا احترام لنفسها و... وعلى طول شايفين ان هما صح وانا اللي غلط. طبعا صرف النظر، انا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن ابو ابني. طبعا انا بقالي دلوقتي 4 سنين ونص. انا لا بطلب منه حاجة غريبة ولا بطلب منه نفقة ولا بطلب منه اي حاجة و... وخلاص واكتفيت بابني وقلت ربنا المعوض المخلف. ومش زعلانة، مش زعلانة. اللي حصل بقى ان انا بدأ ان انا يجيلي كلام وحش على الموبايل غلط، سبب ان انا فاتحة القناة ان انا بقول لعل وعسى، يعني لعل وعسى تصدق، لعل وعسى الدنيا تتحسن شوية عشان خاطر ولادي، عشان محتاجش لحد. لان كل واحد عليه مسؤولية، هو مش عايز او رافض ان هو يأديها يعملها. ف... فخليكي بقى لوحدك، خليلك ولادك لوحدك، اشربيهم لوحدك عشان انا جبتهم لوحدي. ومع ذلك انا ساكتة. يعني انا ساكتة وما بتكلمش. المفروض ان انا ارفع مثلا طلاق، ارفع اي حاجة من الحاجات اللي الستات بتعملها دي. انا مش عاملة حاجة، انا ساكتة ومخروصة وقاعدة بولادي. بس لا، ازاي انتي ساكتة؟ ازاي؟ دي منها لله، لله. دي ست مش كويسة. طبعا انا تعبانة لوحدي، انا نايمة في السرير سخنة، فيا اللي فيا، محدش يعرف عني حاجة. حتى اللايف ان انا كنت بطلع اتقابل معاكم فيه ودردش معاكم فيه خرسوني. والله خرسوني. بقيت ظالمة، بقيت مفترية. ليه كل ده؟ مش فاهمة. عندي حاجة في ودني زي اسمها زي دوار بحر على طول، مش عارفة اقوم من النوم. بقوم اخد العلاج المفروض ان هو يروقني شوية، باخده يدوخني. العلاج اخده يقوم احس بدوخة وتعب وارجع انام تاني. لولا امي واخواتي عليا كان زماني يعني الحمد لله. ربنا قبل ما بيبلي بيرزق. مم. ودي انا تعبت، انا تعبت. مش معنى ان انا ساكتة ان انا ما عنديش كلام. هتكلم اقول ايه؟ الغلطان ما بيشوفش نفسه ان هو غلطان، بيشوف نفسه ان هو على حق، لان ما لقاش اللي وراه يقوله عيب وغلط. حرام. دلوقتي بقى اللي يغلط يتقاله عيب، كأنك بتغلط
العظيم والله انا في ناس اتكلمت معايا وهجمتني، وعشان كلامهم مش عاجبني وبقول كلمة عيب. ما يصحش الكلام ده، عيب عيب. اعتبر ان دي اهانة كبيرة، وبدأت ان بدأوا يقلبوا الترابيزة، واعتبري ان انا بقيت انا اللي غلطانة، انا اللي مش كويسة، انا اللي بقول كلام فاضي وخلاص. وانا اساسا قلبي وجعني، والله ما قادرة اتكلم بجد يا جماعة. انا بكلم الناس العاقلين، الناس اللي فاهمين الوضع، صحابي. انا عايزاكم تدعولي، لان انا نفسيا بجد يعني متدمرة شوية، متدمرة شوية. مش هقولكوا بقى حطوا لايك واشتراك مش عايزة، بس انا عايزاكم تدعولي، انا عايزاكم تدعولي بجد، دعوة من قلبكم، لاني انا عارفة ان انتوا خامات حلوة وخامات طيبة، مش زي الناس اللي حواليا، او زي الكائن اللي طلع لي زي الفرقعلوز ده. ادعولي لاني انا بجد حاسة ان انا بموت. انا في حاجة طابقة هنا على صدري بتموتني. تعبت من كتر الظلم، وتعبت من كتر الإهانة، وتعبت من كتر الكلام اللي يوجع، وتعبت من كلمة حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل أكتر ما بنام. مش عارفة يعني ربنا سايبهم كل ده ليه؟ مش عارفة سايبهم يعني لهدف إن هو هيجيب لي حقي منهم، لأن ربنا قال كده، قال وعزتي وجلالي لأنصرن المظلوم ولو بعد حين. وانا مستنيه نصر الله يعني. بس انا عايزاكم تدعولي، والله انا اسفه لو كنت طلعت وضايقتكم بالفيديو ده، بس انا محتاجه دعواتكم، محتاجه ان انتوا تدعولي، لاني انا تعبانه، والله تعبانه. تصبحوا على خير.